الصورة ده هو أحمد سعيد. طبعا قبل أي حاجة ربنا يرحمه ويصبر أهله يا رب، وربنا يرجع له حقه اللي هو للأسف ممكن يعني احنا بنثق في عدالة ربنا قبل أي حد، بس بعدالة يعني ربنا ثم عدالة القضاء بتاعنا إن شاء الله حقه لازم يرجع له. إيه بقى حكاية أحمد؟ طبعا أنا ممكن ما انزلش فيديوهات هنا خصوصا بتاع يعني المتصور فيها كل حاجة، ممكن انزله كامل طبعا بتفاصيله. هتلاقوا اللينك موجود تحت طبعا، هنزله لكم على الموقع ده عشان خاطر الناس تروح تتفرج عليه، لاني انا ما ينفعش انزله هنا خصوصا لان ممكن الفيديو يتحظر. تمام؟ فمبدئيا كده يلا بينا احكي لكم بالظبط ايه اللي حصل مع احمد وبالتفصيل، عشان في ناس كتير بتهبد وبتقول ان احمد كان موجود في المشكله نفسها. احمد المفروض ان هو شاب كان بيدرس في كليه تجاره، وغير كده كمان بيشتغل بدل الوظيفه 2 أو 3، يعني كان بيشتغل في سايبر وكان بيشتغل في صيدليه وكان عامل ديليفري. تمام؟ شاب من الحضره، الناس كلها بتشهد باخلاقه وباحترامه، اهله ناس محترمه، والده متوفي، والدته ست بالمعاش، شهاده جيرانه كلها ليه ان هو شخص محترم. كمان كان ليه مستقبل في كرة القدم، ولكن للأسف بعد شوية عشان خاطر طبعا ظروف المعيشة، فاشتغل فما بقاش بيروح. تمام؟ أحمد كان واقف في الرصيف اللي في النص عشان خاطر محدش يطلع بس يقول لك إن هو كان واقف في المشكلة، وحصلت مشكلة ما بين 2 خلايجة راكبين عربية أو 4 راكبين في عربية المفروض إن هي النمر بتاعتها نمر مصر، يعني المفروض إن هي متأجرة من هنا، وكمان كانوا بيتخانقوا مع شاب سواق تاكس. المشكله دارت وكبرت فطلعوا بيجروا بالعربيه، طلعوا على الرصيف. احمد كان واقف بالمكنه بتاعته بعيد، ولا هو واخد باله اصلا من اللي بيحصل ولا شاغل باله، هو واحد واقف قدام اكل عيشه. فجاه جت العربيه قامت واخده احمد في الرجلين، احمد بقى تحت خالص والمكنه فوق منه والعربيه فوق منهم وبتجري. تخيل بقى يا مؤمن العربيه خدته وسحلته على الارض قد ايه؟ سحلته اكتر من 300 متر من عند دوران سموحه لحد اول كوبري الابراهيميه. انت متخيل الوضع اللي من اسكندريه بس هيعرفوا الطريق ده قد ايه؟ اكتر من 300 متر كل دوت. والشاب طبعا اول ما الناس طبعا شافوا كده طلعوا يجروا على العربيه عشان خاطر يلحقوا احمد، وهم كانوا عارفين ان هو موجود طبعا، وطبعا ما قدروش يقفوا لان هم خوفهم من الناس خلاهم جربوا العربيه. احمد كان نازل عباره عن جسم متدغدغ ومتكسر، والدته دخلت بيه المستشفى يعني ست بالمعاش، يعني لا حول ولا قوه. اخذوا منها من المستشفى 85,000 جنيه في 3 ايام، وقالوا لها لو اتعمل له حاجه او عاش هيعيش وهيتعمل له بتر في رجله، يعني كده كمستقبل رايح مع السلامه. بعد كل ده طبعا احمد للاسف اتوفى، وكانت طبعا الجنازه بتاعته كانه عريس، الله يرحمه ويصبر اهله. طبعا الفيديو قلت لكم مش هينفع اعرضه هنا كامل، تمام؟ فالفيديو ان شاء الله اكيد هنزله لكم كامل هناك زي ما قلت لكم، وهنزل لكم كمان اللي حصل بالظبط، وكمان العربيه وهي بتجري وشكل احمد كان عامل ازاي، لو نزلته هنا اكيد هياخد بان وده رسمي. تمام؟ فقبل اي حاجه كده احنا بنثق في عداله ربنا قبل اي حد، وبنثق في عداله القضاء بتاعنا ان شاء الله انه يجيب له حقه. هم طبعا تم القبض عليهم واتحكم عليهم ب 15 يوم عزيمه التحقيق، ولكن الموضوع ممكن طبعا الله اعلى واعلم يخلص عليه ما اعرفش، ولكن بجد حق احمد لو ضاع يبقى احنا كبني ادمين عايشين على الارض في بلدنا هنا ملناش اي ديه وملناش اي حاجه. احمد راح في حاجه هو ملوش ذنب فيها، احمد راح عشان راجل بيجري على اكل عيشه، احمد راح عشان خاطر هو شاب بطوله عايش في دنيا بيصرف على اهله وملوش اي حد، وللاسف الشديد حقه لو ضاع اقسم بالله هنبقى احنا فعلا كمان ملناش اي لازمه. فطبعا انا بقول الكلام دوت مره واثنين وثلاثه، وبطلب من كل الناس ما تشيرش كلامي عشان ما تفكرش ان انا بعمل ريتش، لا اطلع واتكلم عن الموضوع لان دوت واجب علينا، لان ده اخ لينا في بلدنا ولازم نجيب حقه ونطالب بحقه ولازم حقه يرجع له. انا مش بتكلم كده في مثلا اي مشكله او خلاف بيني ما بين مثلا اي بلد خليجي ولا حاجه، لا كلهم على راسنا، بس اللي ينزل البلد هنا زي ما احنا بنروح وبنبقى هناك باحترامنا ينزل هنا بادبه وباحترامه، عشان خاطر اللي ينزل هنا من غير ادب ومن غير احترام المفروض ان هو يتعاقب، وده حق ربنا وما يرضاش، يعني ربنا ما يرضاش بالظلم ولا يرضى بالظلم. مش عشان خاطر معاك قرشينين او معاك فلوس مفكر ان احنا ممكن نبيع نفسنا عشان خاطر الفلوس. فلو اي حد متخيل او متصور ان الكلام دوت، معلش مع احترامي للجميع، من اي بلد عربي خليجي على راسنا من فوق، هتنزل هنا هنشيلك على راسنا من فوق، مع ان احنا لما بننزل عندكم هناك مفيش الكلام ده، مفيش احترام، مفيش الكلام ده. الشباب المصري هناك يعني بيتعمل فيه اكتر حاجه، يعني انتوا فاهمين انا مش هتكلم، والشباب المصري عارف الكلام ده كويس وبيتبهدل، ولكن انتوا بتنزلوا هنا
بتبقى معاكم الحصانه، بتبقى معاكم كل حاجه، بس احنا هنا في بلدنا وهتنزلوا تعاملونا بالمعامله دي، يبقى احنا كده للاسف ملناش اي لازمه في الحياه. حسب الله ونعم الوكيل، ويا رب حق احمد يرجع له، ويا ريت كل الناس تدعي له بالرحمه، لانه فعلا بجد شاب يستاهل. وفي قبل اي حاجه انا عايز كل الناس تتكلم على حق احمد، عشان خاطر الموضوع لو اتسكت عليه هيتنسي. سلام.